استفاق النجم النادي إياكس الهولندي السابق عبد الحق نوري المغربي الأصل من غيبوبة استمرت 3 سنوات إثر تعرضه لإصابة تسببت في تحطيم العديد من خلايا مخه. جاء ذلك حسب ما أفاد شقيقه عبد الرحيم شبكة VB الهولندية، الذي أكد أن شقيقه خرج من المستشفى بعدما ظل ضريح الفراش منذ صيف 2017. وكان نوري قد تعرض لإصابة خلال مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألماني تسببت في تحطم العديد من الخلايا المخ، ومن يومها لم يستيقظ. قال عبد الرحيم أن شقيقه عبد الحق حاليا يأكل ويقفو ويستيقظ ولكنه ضريح الفراش، وأضاف: أعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون أن يكون واعيا لما يحدث وأن يتعامل بشكل اعتيادي مع عائلته. إنه يعتمد علينا كليا، ستكون لحظات التواصل فيما بعد هي الأفضل. يذكر أن نادي إياكس تعهد بأنه سيتكفل بكل ما يتعلق بعملية تعافي لاعبه السابق، والذي كان ضمن أفراد الجيل الذهبي مع كل من دوني فان ديك وفرينكي ديونغ وغيرهم.